خليني أقول لك حاجة بصراحة. المشكلة مش في إنك مش ذكي، ولا إنك كسول، ولا إنك مش فاهم. المشكلة إن عقلك متبرمج غلط، وكل مرة تيجي تذاكر فيها عقلك بيقاومك. خليك صريح مع نفسك، كم مرة مسكت الكتاب وفضلت باصص فيه بس مش داخل دماغك ولا كلمة؟ هنا المشكلة مش في ذاكرتك، المشكلة إن عقلك داخل المذاكرة وهو قافل. العقل مش بيحب الضغط ولا بيحب الغصب. أول ما تحسسه إن المذاكرة عقاب هيبدأ يقاوم. علشان كده محتاجين نغير طريقة تشغيل العقل. عقلك عامل بالظبط زي الكمبيوتر. لو البرنامج اللي على الكمبيوتر غلط مهما حاولت النتيجة هتطلع غلط. وعلشان كده قبل ما نغير طريقة مذاكرتك لازم تغير طريقة تفكيرك للأفضل وللإيجاب. طب هو يعني ايه اعادة برمجة العقل؟ اعادة البرمجة معناها اني اعلم عقلي امور 3. اول حاجة ان اعلمه ان الغلط طبيعي وما اقفش مع الغلط. تاني حاجة ان افهمه ان الفهم نفسه مش بيجي مرة واحدة. تالت حاجة ان بتعلم علشان مستقبل الرسائل دي لو دخلت دماغك المذاكرة هتكون اخف. إعادة البرمجة معناها إنك تغير الجمل دي من دماغك للأفضل، من مش هعرف إلى أنا أقدر أتعلم، ومن مش بفهم إلى إن الفهم محتاج لطريقة غير دي، ومن أنا شخص فاشل إلى إن الغلط هو طبيعي جدا يكون جزء من التعلم. تعال ناخد مثال واقعي على اللي احنا قلناه. لو فيه طالب بيذاكر وهو خايف من الرسوب، ده هيؤدي إلى إن دماغه مش هيستقبل أي معلومة. طالب تاني بيذاكر وهو عاوز يفهم، ده هيؤدي إلى إن دماغه شغال في استقبال المعلومات. الاتنين ذاكروا بس العقل المختلف وصلك لنتيجة أفضل. مثال تاني، طالب بيذاكر وهو مقتنع إنه هيفشل، عقله طبيعي مش هيكون مركز. طالب تاني بيذاكر وهو بيقول لنفسه هفهم على مهلي وبراحتي. هو نفس الكتاب وهي نفس المادة، بس النتيجة مختلفة تماما. تعال ناخد بقى تمرين على اللي احنا قلناه. بس قبل أي مذاكرة قول لنفسك الجملة دي دايما: أنا داخل علشان أفهم مش علشان أطلع كامل. الجملة دي لوحدها بتقلل توترك. هات بقى دلوقتي ورقة وقلم واكتب أكتر 3 جمل سلبية بتقولهم لنفسك وانت بتذاكر. المطلوب منك انك تمسحهم وتكتب بدلهم جمل واقعية إيجابية، وخلي دايما الجمل دي موجودة قدامك وانت بتذاكر. تعال بقى ندخل على التشيك ليست. أخيرا هسألك كم سؤال وتقف مع كل سؤال منهم وتجاوب عليه بصدق. أول سؤال: أنا داخل أفهم ولا أخوف نفسي؟ تاني سؤال: هل كلامي مع نفسي مشجع ومحفز؟ تالت سؤال: هل فاهم ان التحسن تدريجي وبياخد وقت؟ رابع سؤال: هل هبدأ من غير ضغط؟ خامس سؤال: هل سامحت نفسك على الغلط؟ وخليك عارف ان المذاكرة مش محتاجة دماغ اذكى، محتاجة دماغ اهدى. واخر حاجة بقى، سؤال على درس امبارح: انا بتعلم ليه؟ عاوزك تكتب سبب حقيقي وخليه دايما قدامك وانت بتذاكر. وسؤال درس النهاردة: عاوزك تجيب جمل سلبية كنت بتقولها لنفسك وبدلها بجمل إيجابية تدفعك للتعلم الصح. لما تغير طريقة كلامك مع نفسك عقلك هيقف في صفك مش ضدك.